أسألكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. إلهي لا أخاف الموت لكن أهاب لقاك من بعد الممات، وذنبي جاثم في الصدر ينمو كشوك جارح بين النبات، وروحي في سجون الوهم زجت مقيدة بوهم الأمنيات، أحاول أن أحررها بتوب فتأبى النفس فك قيود ذاتي. نعم أمضيت في الغفلات عمرا وتاه العقل في فتن الحياة، وإني الآن قد وجهت قلبي بذل من ارتدى ثوب الجنات. إليك فيا رحيم اغفر ذنوبي فإني لست أنكر معصياتي، وعاملني بلطف منك إني غريق بات يطمح بالنجاة. وأختم يا كريم بذا ختامي لتسمو مهجتي يوم الوفاة. سبحانه وتعالى عنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك صنعه، ودلت القدرة والأدلة على امتناع مثله وشبهه. في السماء ملكه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر عظمته، وفي الجبال قوته، وفي الخلق قدرته، وفي الشرائع حكمته، وفي النار سخطه، وفي الجنة رحمته، ولا إله غيره. وصلاة وسلاما على من انشق القمر له انشقاقا، وحن الجزع له اشتياقا، وخر له الأسد إذلالا وإشفاقا. شهد الضب له بالرسالة، وسلمت عليه الغزالة، وذاد عنه العنكبوت والحمامة، وأظلته بظلها الغمامة. صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما شممت المسك من عرقك، ولا رويت عنك حديثا، ولا صليت من خلفك، لكن والله أحببتك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجمال الأعظم. إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم. بلغت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم. يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المعزون الكرام،
في ضيافة آل شاهين الأكارم الأفاضل الأعلام، مشاركة لهم في فقيدهم الرجل الفاضل والراحل العظيم الذي أنجب الرجال وترك لنا أعز الرجال، عم الحاج عبد المولى عبد المقصود شاهين رحمه الله تعالى، وبدعوة كريمة من معالي المقدم أحمد جودة أبو نوية، شاكرين له ذلك والذي شرف ليقدم واجب العزاء. نشارك في هذا العزاء حاج مسعد عبد المقصود أبو شاهين، كما نشارك أيضا الحاج جمال عبد المقصود شاهين، يشارك أيضا أستاذ محمد عبد المولى عبد المقصود شاهين، أستاذ أحمد عبد المولى عبد المقصود شاهين، الأستاذ محمود عبد المولى عبد المقصود شاهين رحمة الله عليه، وكل آل شاهين الأفاضل الذين يتقدمون بخالص الشكر والعرفان لكل من أتى ليقدم واجب العزاء. كما نرسل خالص التعازي إلى الصديق العزيز والأخ الكريم شيخ العرب وصاحب الواجب في كل مكان حاج محمود أبو شاهين، وباسمهم جميعا أتقدم بخالص التقدير والعرفان لكل من أتى وقدم واجب العزاء. أيها الإخوة المؤمنون، من داخل هذا المقام القرآني الكبير والذي أقامته مؤسسة حاج سمير دياب أحد رائدي أعمال الفراشة بجمهورية مصر العربية، وعبر أنظار وتحت أنظار وكاميرات وعدسات المهندس حمدي بيومي صاحب منتدى حمدي بيومي الإسلامي، ننقل لكم هذه الليلة. معنا في هذه الليلة علمين من أعلام دولة التلاوة ليحيي هذه الليلة. شرف هذا المكان بفضيلة العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محيي عبده، وفي صحبته فضيلة العلم القرآني الكبير أحد كوادر دولة التلاوة في جمهورية مصر العربية وعلم من أعلامها فضيلة القارئ الشيخ الدكتور أسامة أبو النور، والذي يستهل لنا ليلتنا القرآنية المباركة، فليتفضل مشكورا فتح الله له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله.
قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل لمن الأرض ومن فيها
سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون دفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم
برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون.
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا.
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. كنا مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة تلاها علينا وعلى مسامع حضراتكم فضيلة العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ الدكتور أسامة أبو النور أحد كوادر دولة التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالمين العربي والإسلامي. وكانت خير مستهل للجزء الثاني من هذه الليلة ليلة تكريم حاج عبد المولى عبد المقصود شاهين رحمه الله تعالى. مشاركين في هذا العزاء كل آل شاهين الأكارم الأفاضل. مشاركين في هذا العزاء حاج مسعد عبد المقصود شاهين والحاج جمال عبد المقصود شاهين، أستاذ محمد عبد المولى عبد المقصود شاهين، أستاذ أحمد عبد المولى عبد المقصود شاهين، أستاذ محمود عبد المولى رحمه الله تعالى. كما نقدم خالص العزاء إلى أخي الكريم صديقي الغالي صاحب الواجب في كل مكان علم من أعلام واجب حاج محمود أبو شاهين، شاكرا كل من أتى ليقدم واجب العزاء باسم العائلة الكريمة عائلات شاهين الأفاضل. شاكرا معالي الوزير عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية والتخطيط الديني بالهيئة الوطنية للإعلام. شاكرا معالي اللواء عصام عاشور الذي شرف وأتى ليقدم واجب العزاء. شاكرا معالي المقدم أحمد جودة أبو نوية الذي أتى ليقدم واجب العزاء صاحب الدعوة الكريمة. شاكرا معالي العميد محمود عبد الرحمن وكل من أتى ليقدم واجب العزاء. شكر الله مسعاكم جميعا. ننقل لكم هذه الليلة من داخل هذا الصرح القرآني الكبير صرح الحاج سمير دياب عميد مقاول أعمال الفراشة وأحد رائدي أعمال الفراشة بجمهورية مصر العربية. هذه المؤسسة الكبيرة العريقة والتي تثبت للعالم يوما بعد يوم جدارتها واستطاعتها على إقامة أكبر وأعتى المناسبات الدينية والعامة، والتي نظمت هذه الليلة على تمام التمام. أشكر أيضا المهندس
المهندس حمدي بيومي مخرج هذه الليلة ومخرج الروائع الدينية. شكر الله مسعاكم جميعا. منتدى حمدي بيوم الإسلامي